البنات والدراري وكاع اللي كيزورني في القناه ديالي، مرحبا بكم، الف مرحبا. واللي جا جديد كنتمنى انه يدير الاشتراك باش يوصلوا كاع الفيديوهات ديالي. نبداو على بركه الله. او في المقادير عندنا كيلو ديال الفرص ديال الحلوى، وعندنا 21 غرام ديال الخميره ديال الحلوى، يعني جوج خمارات ونص. وكذلك عندنا 100 غرام ديال الزنجلان محمر اولا كاس، يعني 100 غرام راه كتعطي كاس. وعندنا 250 غرام ديال السنيده، 200 غرام ديال اللوز يعني طاحنينو ولكن مخلين فيه الحبيبات يعني ماشي مسحوق. وعندنا رابعه ديال الزبده 250 غرام ذيبه، يعني عندنا الزبده اللي بغيتو تستعملوا. كذلك عندنا 400 ملل ديال الزيت اللي عطاونا جوج كيسان كبار، ومعلقه ونص ديال القرفه. كيف كتشوفوا دابا غنبداو على بركه الله. غنبداو اول حاجه البنات غنديروا النواشف كامله وعاد نديروا السوائل. كيف كتشوفوا دابا ها نتوما البنات كيف كتشوفوا. غندير واحد الفجوه ونبقى نحط شويه بشويه من النواشف اللي عندنا. دابا منين ضفنا الفرص غادي نضيفوا اللوز ملي كيكون مهرمش، غير مهرمشينو. وكذلك غادي نضيفوا الزنجلان اللي محمرينه، منقي محمر ما مطحونش يعني صاين. وكذلك البنات غنضيفوا السنيده اللي هي 250 غرام. السنيده اللي كتكون رقيقه، ولا ما كانتش رقيقه ديروا السكر كلاصي اولا طحنوها شي شويه. وكذلك هذيك معلقه ونص ديال القرفه اللي كتعطينا واحد النسمه زوينه. ودابا غنضيفوا الخميره اللي حتى هي 21 غرام ديال الخميره، بيكنج باودر. وغادي نخلطوا النواشف ديالنا هما الاولين البنات، عاد ديك الساعه غنبداو السوائل. كيف كتشوفوا انا ما عنديش العبار، غندير غير نص يعني جوج خمارات ونصف. لما كتشوفوا ها انا دابا غنخلط النواشف ديالنا كاملين. من بعد ما خلطنا البنات النواشف، في نفس الوقت عندنا غنضيفوا الزبده اللي ذوبناها وخلينا يعني مذوبناها، غادي نضيفوها هي اول حاجه ونجمعوا. عاد نبداو نضيفوا 400 ملل ديال الزيت، يعني اللي ما عندوش العبار غيدير جوج كؤوس كبار بحال الشكل اللي عندي انا اللي وريتكم الكاس. جوج كؤوس كبار راه كتعطي 400 ملل. كيف كتشوفوا من بعد ما ضفت الزبده يعني كنجمع العجين، عاد كتبقى لي داك طحين الفرص اللي كيبقى ليا كنضيف ليه الزيت. هانتوما الكاس الاول بنا ضفناه وغادي نجمعو. من بعد عاد نبداو نضيفو الكاس الثاني. هانتوما البنات من بعد ما جمعناها ها هي الكاس الاول قضب. دابا غنضيفو الكاس الثاني البنات باش يبقى لينا هذاك شويه اللي ما بقى لينا ديال الدقيق هو اللي غادي نضيفوه. كيف كتشوفوا البنات انا بديت كنضيف. دابا غنضيف الزيت، كنضيف هذا الكاس الثاني كنضيفو تدريجيا. كيف كتشوفوا البنات دابا غنبدا نخدم
باش العجين يتجانس لينا في نفس الوقت. بالنسبه لهاد الغريبه البنات كنخليوها لمده النهار كامل، يعني كنعجنوها وتا الغد ليه عاد كنكوروها ونخبزوها نطيبوها. وبالنسبه للناس اللي كيكونوا زربانين ومحتاجين انهم ما عندهمش الوقت باش يديرهم، ممكن يديروها في الصباح، يخدموها الصباح وتا العشيه يديروا ويخبزوها. المهم خاصها تبقى واحد المده مش هكا كتفاعل لنا الخميره وفي نفس الوقت مع العجين. كتشوفوا هانتوما البنات، انا دابا خدمتها، هايدا العجينه ديالنا كتجي مزيان. دابا غنجمعها، واخا هي الغريبه عندنا ما كتجمعش البنات، ولكن مع ذلك غادي نجمعوها غير باش نخليوها باش نديروها في السلوفان اولا في زلافه اولا يعني في البلاصه اللي ممكن نخدموها، ونخليوها حتى الغد اللي انا درتها بالليل باش غدي الصباح عاد نخدمها. كيف كتشوفوا البنات من بعد ما داز الصباح، يعني حتى الصباح الحال، عاد دابا كنكور فيها وغنخبزها. نتوما دابا انا كنكورها معكم. بالنسبه للتكوار ملي كنكورها البنات ما كنضغطش عليها من الداخل، اللي كنخليها كيف كورتها كيف كتبقى، واخا تبقى مقمقمه. هذاك هو السر ديالها. وكذلك انا كنكور وشعل الفران يعني على درجه حراره ديال 200 اولا 180، واللي عنده فران ديال وشعل الفوق البنات ماشي لتحت، وحتى الغريبه كتبغي الفوق تشقق من الفوق عاد كطيب من التحت. وبالنسبه اللي عنده الفران ديال الغاز حتى هو خصو يشعل تكون العافيه مجهده، وفي نفس الوقت الفوق يشعل ماشي لتحت. هكا البنات غادي نكمل دابا التكوار ديال العجين ديالنا. كيف كتشوفوا البنات الفيديو ديالنا كيبان انني كورت استسمح. لاطه ديالنا ها هي وجدات لينا، كذلك الفران سخون غادي نخشيها في الفران ونخشيها ان فغا تبان لي غير تشقات البنات، كنأكد غير تشقق لينا الحلوى. غادي نخرجها من نطفي الفران الفوق ونشعل لتحت حتى كطيب لينا باش ما تحمرش لينا. ودابا ها هي الحلوى ديالنا خرجات من الفران وتشقات. شوفوا كيف كتجي البنات، كتجي رائعه ومشقه، وحتى المذاق كيجي هائل. كنصحكم انكم ديروا نفس المقادير والطريقه اني جد بسيطه. وكذلك كنتمنى نلقى شي تعليق زوين والاشتراك، وكذلك ما تنسوش لي جيم. وشكرا، نتلاقاو في وصفه جديده عن قريب.